يا هلا بأعظم متابعين في الدنيا. رجعنا لكم بتكملة حكاية بطلنا لو وتطورات النادي الأبدي اللي بتقلب الموازين. في الأجزاء اللي فاتت شفنا إزاي بطلنا لو بدأ يجمع حيتان العلم وعباقرة العالم عشان يبني إمبراطوريته، وشفنا كمان مقابلته مع الآنسة دو اللي بهرته بدماغها العالية وتفكيرها الاستراتيجي. فحلقتنا النهاردة هنكمل من اللحظة الحاسمة اللي بطلنا له بيشرح لها فيها وضع النادي الأبدي، والأنسة دو بتبدأ تحط النقط على الحروف وتفجر أفكار مجنونة زي تأسيس بنك الوقت وخطة صنع العالم الجديد. جهزوا نفسكم ومشروبكم المفضل واخبطوا اللايك المتين، ويلا بينا نغوص في الأحداث. أنا محتاج دلوقتي أشرح لك بالتفصيل وضع التطور الحالي للنادي الأبدي. أنت محتاجة تهدي السرعة شوية وما تصرخيش. لو أنت قبلتي منصب أو حاجة فأنا كمان هعمل اللي عليا عشان أشيل المسؤولية. الأنسة دو قالت مفيش داعي لده. لو أنا قبلت المنصب ده هعمل اللي أقدر عليه وأشيل أكبر قدر ممكن من المسؤولية. هسمع اللي بطلنا له هيقوله. بعد ما الأنسة دو سمعت كلام بطلنا له اتفاجئت جدا. في المستشفى كانت بتدور على معلومات عن النادي الأبدي ده، بس ما توقعتش أبدا إن نظامهم متطور للدرجة دي. دي المأمورية اللي بطلنا له اداهالي، ودي كمان فرصة عشان أثبت كفاءتي. لو ما قدرتش أجاوب إجابة كاملة ممكن يصنفوني إني كسر أو درجة تانية. الأنسة دو قالت بصراحة أنا عندي شوية أفكار كالتالي. حاليا سكة التطور للنادي الأبدي صح 100%، سواء كان ليه علاقة بالتطور أو العمر الطويل. العاملين الأساسيين دول مش ممكن يتغيروا، بس في شوية فجوات في التفاصيل. قبل أي حاجة إحنا محتاجين نعمل هيكل للمنظمة. اللي هنعمله دلوقتي هو إننا نعيد تنظيم نظام أسامي الأعضاء والموظفين. إحنا محتاجين نوضح سياسة النادي الأبدي، وده بيشمل المبادئ بتاعته وهيكله اللي بيضم الهيكل المعرفي ونظام العضوية وشروط القبول، دعوة الأعضاء. كل ده نقدر نسميه الثقافة أو قلب النادي الأبدي. أنا شايفة إن النادي الأبدي ليه مستقبل، بس لازم كمان يكون ليه ماضي. فعشان كده إحنا محتاجين نعمل نظام يوضح إزاي النادي الأبدي تطور أو ظهر على مدار آلاف السنين. ده هيعمل أساس صخري للناس الغريبة اللي بتبص للنادي الأبدي. بعد ما بطلنا له سمع أفكار الأنسة دو حس إنه لقى الشخص المظبوط بجد. هي فعلا دكتورة بتدرس المنظمات والعلاقات الإنسانية، وأفكارها عميقة قوي، وبناء على أفكارها دلوقتي هي كده عدت الانترفيو. في اللقطة دي الأنسة دو قدمت اقتراحها بخصوص عزومة الأعضاء اللي ممكن كمان نغيره شوية. قبل كده كانت طريقة الدخول في النادي الأبدي هي إنك تبيع ليهم عمر أطول وبعدين تعزمهم يدخلوا. إحنا نقدر ننقي شخص واحد منهم عشان يكون هو المركز اللي نوصل لهم من خلاله، ونقدم لهم معلومات عن النادي الأبدي في لونيتهم. على سبيل المثال، لو الحباية بتقدر تطول العمر هم يقدروا يجربوها على طول، أو نقدر نختار أعضاء أكتر. بعد ما بطلنا له سمع الاقتراح ده فكر إنه وجود واجهة ليهم هيوفر مجهود ويسرع الإنجاز لو قارناه بالطريقة القديمة. بطلنا له حس إن الاقتراح ده عظمة جدا. وبعدين الأنسة دو كملت كلام عن شراء العمر. كانت عايزة تعزم الدكتور وأنتوني ينضموا وتشوف لو ده ينفع. بطلنا له وهو لابس نظارته قال على سبيل المثال خلي الأنسة دو تظبط حالتها وتسألك بمعرفة البروفيسور أنتوني وقدرة الدكتور زائد قدرتك، هل نقدر نعمل بنك وقت؟ بطلنا له عايز يعمل عالم جديد تاني وياخد الوقت براحته منهم. فكرة الأنسة دو بإنها تعمل بنك وقت فاجأت بطلنا له جدا. لو تقدري تجمدي قلبك شوية، هل تقدري تستخدمي الوقت عشان تعملي عالم جديد؟ ولما سمع كده اتصدم لأن أفكارها كانت جاية على مقاس أفكاره بالملي. الأنسة دو كملت وقالت أنا شايفة أنه بعد سنين كتير لما النادي الأبدي يتقل كفاية يمكن ما نبقاش محتاجين نستخبى تاني. نقدر حتى في العلن وعلى مستوى العالم نعمل بنك وقت عام. إحنا هنشتري الوقت من العالم كله. أي حد يقدر يختار يبيع لنا عمره وبكده ياخد فلوس. وطبعا كل الافتراضات دي محتاجة نعمل عقد بشروط وأحكام متفصصة. بطلنا له كان عاجبه قوي حوار بنك الوقت ده. في اللقطة دي الدكتور اللي هو أنتوني كمان دخل معاهم. الأنسة دو سألتهم بإمكانياتنا التقنية دلوقتي هل نقدر نعمل نموذج صغير للأرض وقت ما اتخلقت لأول مرة؟ الدكتور وأنتوني هما الاتنين جابوا عرق بارد لما سمعوا الفكرة دي. الأنسة دو كملت وقالت بتكنولوجيا الجينات بتاعتنا دلوقتي ومعاها تقنيات الهندسة البيولوجية يمكن نقدر نشفر خلية في سكة تطور معينة. هل نقدر نفتح سكة تطور لبعض الكائنات؟ أنتوني قال إن ده مش عملي خالص، في حين إن الدكتور قال إن التفكير ده واسع وجريء حبتين. في اللحظة دي بطلنا له قال دلوقتي أنا عندي أمل كبير وبكلفكم أنتوا الاتنين تفصصوا الموضوع ده. هل تقدروا تطلعوا بخطة نقدر ننفذها؟ التفسير المش عملي ده مش هيأكل عيش معانا. الدكتور وأنتوني بصوا لبعض. أنتوني اتكلم الأول وقال العناصر الأساسية اللي عملت الحياة ظهرت من 6.6 مليار سنة بعد الانفجار العظيم.
اتخلقت مخازن النيتروجين والكبريت اللي كانت أول حاجات خلقت الحياة. من 3.8 مليار سنة على الأرض اتكون شكل جيولوجي مستقر، وبعدين بدأ يدي الحياة لأكبر كيان شايل حياة. في الوقت الطويل اللي بعد كده كان في عملية تطور معقدة. من الناحية النظرية، لو في ظروف زي الأرض، طالما إحنا هنجمع أتقل خبراء في كل المجالات، نقدر نعمل نموذج صغير. الدكتور كان شايف إن خلق خلية متطورة ده لعب في منطقة حساسة، لأن الشفرة الجينية لكل واحد بتحدد كل حاجة عننا. من خلال تقنيات الشفرة الجينية إحنا لازم نكون حذرين جدا مع الحياة، بس نظريا إحنا فعلا نقدر نعمل النموذج الصغير ده. بعد ما سمع تحليل أنتوني والدكتور، الأنسة دو قالت أفكارها وقالت يعني لما الظروف تظبط هل نقدر نعمل بيئة تناسب الحياة في النموذج ده؟ وبعدين من خلال تسريع بطلنا لو للوقت نقدر نطلع مجموعة من أشكال الحياة الصغيرة. وقتها بطلنا لو هيكون هو اللي خلق الوعلم الصغير ده، ويقدر يسحب الوقت براحته من الكائنات دي. يعني من الآخر بطلنا لو يقدر يخلق الوقت. ولما أنتوني سمع الفكرة دي قال إنها مجنونة قوي، بينما الدكتور قال بهدوء بس لسه ممكن ننفذ الخطة دي. بطلنا لو كان شايف إن الخطة دي صعبة جدا، بس لو بنينا معمل متطور وجمعنا الخبراء من المجالات المختلفة عشان يجربوا ده غير قدرته على التحكم في الوقت، عملية التطور البطيئة دي ممكن تخلص في غمضة عين. خلق بيئة مثلى يقدر ياخد منها الوقت ويحولهم لبنك وقت بتاعه. هو لو قدروا بجد ينفذوا ده هيبقى عنده وقت ملوش آخر في المستقبل. بطلنا لو سمى الخطة المجنونة دي خطة خلق العالم. بطلنا لو أعلن إن خطة خلق العالم دي هتكون واحد من الأهداف الأساسية للنادي الأبدي. قبل ما يخلصوا الخطة دي هتكون المأمورية اللي ليها الأولوية القصوى للنادي الأبدي. لازم كلنا ناكل الزلط عشان نحقق الهدف ده. وثانياً، خطة التكنولوجيا السوداء وخطة مشروع الهندسة البيولوجية هما الاتنين في نفس المستوى. ابدأوا في لم التبرعات الأول، والنادي الأبدي هيوفر أكبر دعم مادي. ولما سمعوا كده الدكتور وأنتوني كانوا متحمسين جداً. المشروع الأخير هو خطة حماية بيئة الأرض. لازم كل المأموريات ما تدمرش البيئة على أمل إننا في الأيام الجاية الطويلة نقدر نعمل عالم البشر ما يتخيلوش يوصلوا له، ونفتح عالم جديد. الاجتماع خلص وأنتوني خرج وهو لسه مصدوم ومش مستوعب، لأن الخطة دي جريئة وواسعة قوي. الدكتور ضحك وقال له لو كنا زمان يمكن كنت هفكر زيك، بس دلوقتي أنا قادر أقبل خطة بطلنا لو من مجاميعه. إحنا أساساً كنا رجلين عواجيز بنودع وبنطلع في الروح، بس دلوقتي لسه قادرين نقف هنا ونتناقش. بالنسبة لواحد بيقدر يتحكم في الموت والحياة، إيه اللي ممكن يكون مستحيل؟ ولما أنتوني سمع كده لف راسه عشان يبص لبطلنا لو وهو بيفكر هل بطلنا لو ده حاكم عظيم بيوزن العالم؟ وفي اللحظة دي الآنسة دو سألت بطلنا لو أنا دلوقتي بقيت عضوة في النادي الأبدي هل أنا محتاجة أقطع كل علاقاتي الاجتماعية؟ بطلنا لو قال لها إن ده مش ضروري، لأن وضعها مختلف عن الدكتور، واللخبطة دي مش مطلوبة، والأمور تمام زي ما هي. هاتي هي وفين هنا بكرة كمان، خلاص اتعرفنا عليها دلوقتي، وأنا هطول عمر هاتي وفين. ولما سمعت بطلنا لو بيقول كده الآنسة دو أخدت نفسها وارتاحت. وفي اللقطة دي بطلنا لو كان عايز يتناقش معاها في منصب الممثل، فطلع شوية ورق وقال لها دي ملفات عن صحابي، وتقدري تقولي إنهم زباين التقال دلوقتي. قبل كده أنا كنت بفكر أختار واحد فيهم كواجهة وممثل لينا، بس كنت متردد، بس دلوقتي بمساعدتك أنا هكون مرتاح أكتر، وفي النهاية العيش لازم يتساب لخبازه. إيه رأيك يا آنسة دو؟ وبعد ما الآنسة دو خلصت قراية الورق، اختارت السيد فين لأنه مسمع جدا جوه وبره البلد، وعنده شبكة علاقات عنكبوتية وكلمته ما بتنزلش الأرض. في الظروف اللي احنا فيها دي هو أحسن واحد يمسك الليلة، بس الوضع بالظبط لسه محتاج نقابل الراجل وجها لوجه. بطلنا لو كان مبسوط جدا من دقتها وشغلها العالي، وقطعها وقال لها من هنا ورايح شغل الموظفين ده هيبقى بتاعتك انتي. وبعدين بطلنا لو كان ناوي ينقل لها السلطة دي، في حين إن الوقت الأهم هيفضل في إيده هو، وده اللي بيثبت مكانه الخاص. المشهد بينقل لبيت السيد فين بعد يومين، وكان السيد لاي بيخطط يعمل حفلة عيد ميلاد وعزم السيد فين عشان يحضر، بس باين إنهم كانوا مهتمين بصحة السيد فين أكتر. السيد فين ضحك وقال إنهم أكيد هيموتوا ويعرفوا إيه التعويذة اللي أنا أخدتها عشان أبقى صحتي بومب كده. الراجل اللي جنبه قال له أو ممكن نخلع بحجة لأن في النهاية دي هوية بطلنا لو. السيد فين قال له لأ، ده هيخليهم يشكوا فينا أكتر. وفي اللحظة دي داميان رن عليه وطلب منه يجي لمقر النادي الأبدي، وبمجرد ما قفل السكة السيد فين كان شاكك في الليلة، لأن لو دي كانت مأمورية عادية بطلنا لو كان هيبلغهم على الجروب، دي كانت أول مرة يطلبهم بنفسه.
الراجل اللي جنبه اتخض وقال: ما تقوليش إن عشان إحنا قابلنا عيلة تران هم عايزين يعاقبونا. لو اتعصبت هل إحنا هنسفي التراب زي شوهان دونج؟ السيد فين قال إنه بعت كل تفاصيل كلامه مع الأخين تران لبطلنا لو، وبعدين في سره كان بيحسبها هي دي مصيبة ولا نعمة. قال له: خلينا نروح وهنعرف. ولما بطلنا لو شاف السيد فين جاي طاير بالسرعة دي كان مبسوط جدا، وبعدين عرفه على الآخر. ولما سمع السيد فين بطلنا لو بيقول كده عرف إنه داخل في الغويط. بطلنا لو كمل كلامه مع السيد فين وسأله: هل أنت حابب تمثل عيلة فين كواجهة للنادي الأبدي؟ ولما سمع إن بطلنا لو عايزه يكون الواجهة الدبلوماسية للنادي الأبدي السيد فين اتفاجئ جدا. مستو وضحت له: لأن عيلة فين نفوذها مسمع قوي السنين اللي فاتت، فاحنا اخترناك أنت. احنا هنديك معمل نقدر نعتبره مكتب تمثيل، وفي نفس الوقت هنرمي للناس اللي بره إن الهدف الأساسي للنادي الأبدي هو البحث في تكنولوجيا تمديد العمر. مطلوب منك تبدأ تعمل دعاية لبعض الأدوية والمكملات والمشروبات في الأوقات المظبوطة. الأدوية دي كلها تقدر تطول العمر، وهي منتجات حصرية معمولة ومتطورة في المعمل بتاعك. بطلنا لو كان فاكره هيوافق من غير تفكير، بس السيد فين سكت شوية وبعدين قال: أنا فهمت الليلة، ده شغل مصلحته جبارة، وأنا قادر أفهم قصد الآنسة دو، واللي هو من الآخر إن عيلة فين تجر رجل شوية زباين تقال بالنيابة عنك، وبعدين نفرز الزباين دي ونجيبها لحد عندك. بطلنا لو قال له: بالظبط كده، هي دي شغلانة الواجهة، إيه رأيك يا آنسة دو؟ السيد فين ضحك وشكر بطلنا لو على ثقته، بس بالنسبة للمنصب ده هو محتاج يدرسه في دماغه، وكانت نية السيد فين واضحة زي الشمس إنه عايز يخلع ويرفض. بطلنا لو كان بيضرب أخماس في أسداس من الرد ده. الآنسة دو قالت جنبه: في الحقيقة إحنا مش بس اخترناك عشان بطلنا لو زكاك بقوة، بس الأساس كان عشان التاريخ التقيل لعيلة فين في مسيرتك المهنية الطويلة دي. وفي اللقطة دي بطلنا لو وقف وقال له: يا سيد فين، أنا بتكلم من وجهة نظر شخصية، أنا لسه طمعان إنك تقبل المنصب ده. في النهاية أنا عايز شخص في ظهري أثق فيه عشان تطور النادي الأبدي في المستقبل. بس السيد فين كان حاسس بإحراج بجد. أنا أقدر أتفهم ده كمان، ومفيش داعي تشيل هم قوي. الآنسة دو قالت إنها هتشوف ناس تانية للمنصب. وفي اللحظة دي السيد فين ضحك وقال: في الحقيقة نظري على قدي، وما فهمتش كرم بطلنا لو اللي تعبوا معايا. لو مش هيضايقك أنا بتمنى إنك تسلمني منصب الممثل ده، وأنا أكيد مش هخيب ظنك أبدا. ومع الرد ده بطلنا لو ابتسم وقال له: إذن أنا أتمنى إن السيد فين ياكل الزلط في الشغل في المستقبل. وبعد ما السيد فين مشي بطلنا لو أخد نفسه وارتاح. هو كان فاكر إن السيد فين هيوافق وهو طاير من الفرحة، بس برضه اضطر يتحايل عليه شوية. الآنسة دو ما قدرتش تمسك نفسها واتنهدت وقالت: ده حوت بجد، بس لما لمح المصلحة وافق على طول. فعشان كده احنا لازم نشوف لو الراجل ده قد الثقة، ولو هيقدر يتدخل في مطبخ النادي الأبدي كواجهة لينا. لو ما قدرش يمسك نفسه قدام المصلحة، في النوع ده من الناس بالنسبة لينا هيبقى مصيبة سودة. السيد فين طول عمره بيوزن المكسب والخسارة في حياته، وطريقته في التعامل مع الناس شبه البيع والشراء بالظبط. الأكلة اللي ببلاش ممكن تخلي الزبون يحس براحة بجد، بس في الحقيقة لازم يكون في شيلني وشيلك عشان نبقى صافيين بجد. هو عايز بطلنا لو يحس براحة وهو بيثق فيه في المنصب ده. وبعد ما سمع تحليل الآنسة دو حس إنه سوسة وماكر بجد. وفي اللحظة دي الآنسة ستو قدمت اقتراحها إن التطور الجبار للنادي الأبدي هيخلي الكبارات بتوع الحكومة يفتحوا عينيهم علينا، وده جزء كبير مستهبي تحت المية. فعشان كده إحنا لازم نعمل قسم سري للنادي الأبدي عشان نكمل تطورنا في الذرة مع المساحة. بطلنا لو حس إن فكرة عمل قاعدة سرية دي فكرة عظمة جدا. وفي الوقت ده في بيت تشاو في بكين البوليس كان لقط بطلنا لو، فعشان كده بعتوا محقق من القسم بتاعهم. ولما تشاو هانج يانج سمع المحققة كان على أعصابه لدرجة إنه مش عارف يجمع كلمتين على بعض. البنت جابتها له على البلاطة وقالت: إحنا جايين ندور عليك عشان عايزين حاجة، وبالتحديد شريط فيديو. ولما سمع كده تشاو هانج يانج جاب ألوان واتخض. البنت كملت كلامها وقالت إن شريط الفيديو ده من اليوم اللي أخوه الصغير اتقتل فيه. تشاو هانج يانج جاب عرق بارد وبيفكر إزاي عرفوا، هل في حد فتن وسرب الليلة؟ البنت قالت له بصرامة: بطل استعباط بقى، انت في الحقيقة ميت من الرعب. سمع ده وعمل نفسه مش واخد باله. البنت هددته وقالت: لو فضلت تداري ده ممكن يلبس عيلتك في حيط.
تشاو هانج يونج كان متكتف وما كانش قدامه حل غير إنه يطلع الشريط. البنت أخدت الشريط وخلعت، ولما شاف كده تشاو هانج يونج اتقاطع علاقاته بيهم بسرعة. البنت لفت راسها وقالت في بطنك بطيخة صيفي يا سيد تشاو، إحنا بس عايزين نعرف الحقيقة ومش مهتمين انتوا بتهببوا إيه. وهو بيبص للمجموعة اللي بتمشي، تشاو هانج يونج كان لسه مصدوم ومرعوب لأن قضية أخوه بشكل مش متوقع خبطت في قسم الصفر. تشاو هانج يونج فكر فجأة إن ده برضه مش بطال وفي صحاب في قسم الصفر ومفيش داعي إنه يعمل ده بنفسه. وفي الوقت ده المسؤول عن قسم الصفر استلم الشريط الفيديو وقال كده الأدلة بقت معانا وناقص لنا بس الشهود. وبعدين جابوا زبونين لبطلنا لو، وهم بالترتيب عاملة النظافة تران نوك بين وسواق التاكسي تا داي هاي. الراجل حقق مع تا داي هاي وقال له احنا فتشنا ولقينا ان حسابك من كام شهر دخلوا فجأة 1,350,000، هل تقدر تفهمنا جم منين؟ تا داي هاي اتخض وقال انا باصم على عقد وما اقدرش افتح بقي. ولما سمع حوار العقد ده المسؤول بعت رجالته فورا عشان يسأل تران نوك بين نفس الأسئلة. تران نوك بين قالت أنا معرفش أي حاجة خالص، أنا بس عايزة ابني يبقى معاه فلوس كفاية عشان يدرس بره. البنت رمت الورق على الترابيزة وقالت لها إن ابنها اشتغلها وإنه ما سجلش الامتحان السفر لبره، وفي الحقيقة هو طير الفلوس دي كلها على الهلس والصرمحة. ولما شافت اللي ابنها هببه حاولت تمسك نفسها وما تعيطش، بس انهارت وقالت في سرها ليه اشتغلني؟ ده أنا بعت عمري عشانه. المسؤول لما شاف حالتها دي بدأ يحقق معاهم تاني، وبعد ما التحقيق خلص المسؤول عن قسم الصفر عمل ميتنج، وقبل ما الميتنج يبدأ لو تشوان دونج طلب من الكل يبصموا على إقرار سرية. ولما زمايله سمعوا كده حسوا إن الموضوع واخد حجم أكبر من حجمه حبتين. الراجل اللي جنبه قال له أنا قريت التقرير ده خلاص، وكل الأدلة بتقول إن ده قتل بغرض الانتقام، وفك لغز القضية دي مجرد مسألة وقت. لو تشوان دونج زق نضارته وقال أنا معايا شريط محدش شافه قبل كده، وده شريط متسجل فيه اللقطة اللي تشاو هان دونج اتقتل فيها في اليوم ده. خلينا نتكلم بعد ما نتفرج على الليلة دي. وفي اللقطة دي جوه النادي الأبدي كان بطلنا لو والأنسة ستو بيتناقشوا في تطور النادي. روبرت قال لبطلنا لو أنا خايف إننا لبسنا في حيطة كبيرة المرة دي، في حد بينبش ورانا على تقيل، والهدف هم كل الزباين اللي باعولنا عمرهم قبل كده، كل حساباتهم باين عليها إنها متراقبة ومتحقق فيها، لأن الفلوس دي مش راكبة خالص مع مرتباتهم، وأهم حاجة إن الناس دي كلها اتحقق معاها في نفس الوقت، والمرعب بجد إن الفرق في الوقت ما يكملش دقيقتين. ولما بطلنا لو سمع كده سأل مين اللي بينبش ورانا؟ في أي خيط؟ روبرت اتخض وقال الناس دي كأنهم أشباح ومش موجودين أصلا. ولما بطلنا له سمع ده فهم الليلة، لو حتى روبرت ما قدرش يخترقهم ويجيب قرارهم يبقى البوليس حط عينه علينا. الأنسة دو سألت هما فين؟ بطلنا له اتنهد وقال اليوم اللي كنت خايف منه جه، لأني كنت مكبر دماغي جدا من البداية، ما فكرتش استحبى لأني كنت لسه عيل صغير وقتها، بس دلوقتي الوضع اتغير. بمجرد ما القسم السري يشم خبر مش بس هيطلعوا الداتا بتاعتي من تحت الأرض، لا ده لو ما تصرفناش في الإنجاز أنا خايف رجالتي يروحوا في داهية. بطلنا لو افتكر فجأة حاجة، التحقيق ده ممكن يكون ليه علاقة بتشاو هان دونج. ولما الأنسة دو سمعت اسم تشاو هان دونج اتصدمت. بطلنا لو قال إن ده كان لازم يحصل حتى لو كان ضد القوانين. أنا ركبت دماغي ونفذت الحوار ده، والعواقب كانت على عينك يا تاجر. ولما الأنسة دو سمعت بطلنا لو بيقول كده فكرت في سرها لو كان شيخ أو وسيط روحي بيقول كده ممكن نلاقي سكة نحل بيها المصيبة دي. وبعدين قالت اللي في دماغها، حتى لو الليلة دي اتكشفت للناس فأكيد هتجيب رجل الجهات الخاصة، أنا حاسة إن دي فرصة ذهبية عشان نكبر ونتطور. وبعد ما بطلنا له سمع اللي قالته أفكاره كانت ماشية على نفس الخط معاها. مهما حصل البوليس مش هيسيبنا في حالنا، من أول المعمل لحد الشركة كله تحت عينهم وبموافقتهم ودعمهم، وساعتها هنقدر نعيش في أمان. عشان نكبر هنا لازم نعتمد على بيئة رايقة وما فيهاش دوشة، فعشان كده أنا عندي تارجت واحد بس، وهو إننا نشتغل مع البوليس. أما بالنسبة للتهديدات دي حتى لو ما كانش ينفع نستخدمها لازم نخليها كارت في إيدينا. قسم الصفر بيتفرجوا على فيديو للقطة مقتل تشاو هان دونج. الكلب ده سليم وزي الفل، وبعد ثانية واحدة مات. الليلة كلها ما أخدتش ثانية. الكل اتصدم بعد ما شافوا الفيديو. لو تشوان دونج قال ده كان كل اللي في الفيديوهات، احنا لقطنا حاجة غريبة جدا وسميناها مؤقتا ايه،
وبعد كده هنبطئ الثانية 10 مرات، وبعد التبطيء 10 مرات ظهر خيال لواحد في الفيديوهات، ولما بطئوا الفيديوهات 64 مرة ظهر القاتل بان في الفيديوهات، ومحدش كان مصدق عينيه لما شافوا اللقطة دي. في الوقت ده لو تشوان دونج قال إنه اتأكد فعلا إنه تواصل مع ناس عادية كتير وعمل كام مصلحة معاهم، ممكن يكون بيتحكم في الوقت وبيتاجر فيه. وبالرغم من إننا مش عارفين إيه غرضه من شراء الوقت، بس لازم نعترف إنه إيده فرطة جدا وبيدفع كتير. الزبونين اللي حققنا معاهم غالبا مش عايزين يفتنوا عليه ويطلعوا معلوماته لأنهم لهفوا مبلغ محترم، وطبعا ممكن يكون ده بسبب قوة العقد اللي بينهم. وبالرغم من إني مش فاهم إزاي القدرة دي بتشتغل، بس هي حصلت بجد. انتوا يا بهوات اللي قاعدين هنا أتقل خبراء في كل المجالات في البلد. الغرض من لمتنا دي النهاردة هو إننا نوصف شخصية إيه دي وموقفها مع الكل. أنا محتاج أعرف لو تأثير إيه ده على البلد هينفعنا ولا هيضرنا، وهل هو في مصلحتنا ولا لأ، وهل نقدر نمسحه من الدنيا دي ولا مستحيل. الراجل وضح الليلة بالشكل ده. ولما سمعوا كده في واحد اتكلم وقال: أنا شايف إن الموضوع مش قصة صعب ولا سهل، دي قصة مستحيلة. لو هو بيقدر يتحكم في العمر الافتراضي يبقى في احتمال كبير. وكمل كلامه وقال: ممكن يكون بيقدر يشوف العمر اللي فاضل للناس، لأنه استنتج إنه لما بتظهر حاجات ممكن تأثر على حياته بيقدر يحس بوضوح لو الزباين دول تحت عينه ومراقبته طول الوقت ولا لأ. لو تشوان دونج ما استبعدش الاحتمال ده، بس لما تواصلنا مع الزباين اللي ما عملوش حاجة، الراجل شاف الفيديو تاني وعملنا نظرية عن حركة الشخص ده بشرط إن مفيش حاجة تتقص من الفيديو. وسأله وقال له: لو هو واقف هنا دلوقتي يا شفله، هل تقدر أنت ورجالتك الصاعقة تجيبوه الأرض؟ ولما لو تشوان دونج سمع كده اتصدم وما بقاش عارف يرد. الراجل كمل كلامه وقال: ده تداخل بين نوعين من الزمن وإحنا ما نقدرش نهبش فيه أصلا، فما بالك إننا نغلبه دلوقتي. وفي راجل أقرع وعجوز قال رأيه هو كمان. من فترة قريبة في باحث طلع بفكرة التفكير بالتردد العالي، وده معناه نقل المعلومات للأعصاب بسرعة جبارة وبطريقة مخصوصة، ومن هنا بنوصل لحالة التفكير بالتردد العالي دي. سرعة التفكير بتزيد، وده معناه إن الوقت اللي حوالينا هيبطأ. نقدر نقول إن ده شكل تاني لتطويل العمر، وده بيخلينا نخمن لو الأفكار دي جاية من كائنات فضائية أو حضارة متطورة جدا ولا لأ. قدرة إيه دي قريبة من الحوار ده. الفرق بين الحضارة العالية والحضارة التعبانة بيكون في التكنولوجيا أو قوة التدمير. الخلاصة إن القدرة دي تقدر تتحكم في كل حاجة وتجيبنا الأرض في صمت. إحنا دلوقتي بنستخدم كل التكنولوجيا عشان ندمرك، بس لما الوقت يتسرع 100 مرة إحنا بنقف متسمرين وما بنعملش حاجة. من زاوية تانية نقدر نقول إننا ملناش أي حيلة قدامه. دي حرب من طرف واحد زي ما الراجل جاب من الآخر. لو تشوان دونج قال: يعني أنت رأيك إننا ما نعتبروش عدو؟ الراجل الأقرع عنده حق. لو ما كانش عندنا نفس القوة عشان نصد قدامه مش هنقدر نكتف الطرف التاني ده خالص. إحنا نقدر نجس نبضه الأول، ولو نفع نجيبه في سكتنا ونعمل معاه تحالف. مش ده أحسن من إننا نعمل عدوات؟ ولما الميتنج خلص كان لو تشوان دونج لسه هيبعت اللي حصل في الاجتماع ده، ولما جاله تليفون من البوس الكبير بتاع المكتب، ولما سمع إن مفيش داعي للتحقيق أكتر من كده، لو تشوان دونج اتنفس وارتاح جدا. الحوار كان متعب وهادد الحيل، بس دلوقتي كان لازم يسلم الراية لغيره. السلم القديم كان بس محتاج يعمل تليفون وقسم السفر حقق في الليلة، وبطلنا له كان لازم يفرمل. بطلنا له اتفاجئ جدا إن الدكتور كان يعرف حد تقيل من فريق التحقيق السري. الأنسة دو قالت إن الدكتور ده ليه معارف في كل حتة، وطالما الدكتور هو حلقة الوصل إحنا مش محتاجين نشيل هم أي حاجة تاني. بطلنا له كان قلقان من هوية الدكتور دلوقتي لأنها متغيرة، وخاف ده يعمل لهم حوارات ملهاش لازمة. بس لما شاف ابتسامة الأنسة دو بطلنا له ارتاح وحط في بطنه بطيخة صيفي. ده حقيقي، ده أكتر قسم أمان على أي حال. وفي اللحظة دي الدكتور كلم بطلنا له تاني: يا بطلنا له، الشخص ده عايز يتكلم معاك، ماشي جنب الحيط اليومين دول وانتوا لسه بتسمعوا عني؟ الراجل رد عليه وسأله: بجد؟ أنا سمعت من الناحية التانية. بطلنا له فكر إنهم بجد ركزوا معاه بسبب حوار تشاو هان دونج. وفي الوقت ده الراجل قال: زي ما احنا شايفين الدنيا دي فيها 3 أنواع من الناس اللي دماغها شغالة، والمغفلين والناس اللي على الله حكايتهم. احنا بقى هنموت ونعرف انت من أي نوع فيهم يا بطلنا له. بطلنا له فكر شوية وبعدين لف راسه وبص للدكتور والأنسة دو وقال: بالرغم من إني مش من النوع اللي بيطبل لنفسه ويقول إنه ذكي، بس برضه مش مغفل ولا خاين. ولما الراجل سمع الرد ده ضحك: انت شخصيتك غريبة جدا يا بطلنا له. انا عندي سؤال وفضولي قتلني عشانه. لو دخلنا معاك في تحدي تفتكر نسبة مكسبك هتكون كام؟
بطلنا لو قال له أنا ما فكرتش في الحوار ده قبل كده، بس الواضح إن دي هتبقى حرب تكسير عظام ومتعبة جدا. وبمناسبة تضييع الوقت، بطلنا لو سأله على بلاطة: هل أنت محتاجني أظبطت بشوية وقت؟ الراجل ضحك وقال له: أنت نكتة بجد يا بطلنا لو، بس خلينا نخش في الجد وسريعا. وبعد كده عرف إنه وصل لاتفاق مبدئي مع البوليس. وبعد ما بطلنا لو قفل السكة، كان وصل لاتفاقيات مع البوليس. أولاً، إحنا مش هنلعب في النظام الطبيعي للبلد، والطرف التاني مش هيحشر مناخيره في شغلنا. ثانياً، بالنسبة للأعضاء اللي بيطلعوا بهويات جديدة، هم هيظبطوا لهم ورق مضروب رسمي وهويات جديدة. تالتة، لو في أي طرف تالت شم خبر بينا، هم اللي هيشيلوا الليلة وينفوا الأخبار دي ويمسحوها بأستيكة. أخيراً، وده يمكن اللي يهمني أكتر وليه علاقة بالمعمل الكيميائي والفيزياء، النادي الأبدي يقدر يقدم ورق الإنشاء وهم هيوافقوا عليه وهيمشوا لنا المراكب. ولما العجوز الدكتور والأنسة دو سمعوا الأخبار العسل دي، طاروا من الفرحة. بطلنا لو قال: بس كل الحاجات دي ليها تمن، مش بالساهل كده تتصند على ظهر مسؤول، ولما نطلع بأي نتائج أبحاث جديدة لازم نديهم هم الأولوية. ولما الأنسة دو سمعت كده قالت: برضو مش وحش، احنا عايزين ناكل عيش ونعيش في سلام. دلوقتي احنا بس محتاجين نثبت رجلينا ونمشيها خطوة خطوة، وبالطريقة دي الناجي الأبدي هيقدر يكبر في البلد بثبات في وقت قصير، ومش هنحتاج نشيل هم هي حاجة تاني. وفي الوقت ده بطلنا لو فكر إنه بالرغم من إنه ثبت نفسه قدام البوليس، بس لازم نحترم التجسس المتبادل والاحترام والمصلحة المشتركة وننفذه بحرص. ده هو مبدأ العمر الطويل في حياة الناس. وبعدين بطلنا لو طلب من الآنسة دو تبلغ عائلة فين إنهم يقدروا يبدأوا شغل. الراجل العجوز البريمو لازم ينضم للنادي الأبدي، بس هيكون في عيون كتير مفتحة عليهم، فعشان كده ما ينفعش يتسرعوا ويقولوا لعائلة فين على ده. الخطوة الأولى هي إننا نكمل شغل ومصالح في شنغهاي. الآنسة دو فهمت الليلة. بطلنا له نادى على الدكتور العجوز تاني وقال له إن النادي الأبدي لازم يستقبل زبون جديد. بعد ما حلينا حوار البوليس ده، بطلنا له راح للمعمل بتاع الدكتور ده. الدكتور قال له إنه بعد تجارب كتير قدر أخيراً يعمل الدواء اللي بطلنا له طلبه منه. ده دواء معمول من مواد بيولوجية، ولما يتشرب لا هينفع ولا هيضر وما بيتهضمش، ده بيلزق في المعدة، فعشان كده مش ممكن يخرج. وبعد ما بطلنا له سمع كلام الدكتور ده قاله ده عظمة جدا. بطلنا له استخدم قوته عشان يسرع وقت الحباية 5 مرات ويبطئ الوقت اللي حواليها 5 مرات. المساحة كانت صغيرة جدا، فعشان كده بعد ما اتفصلت سرعة الوقت اللي بره بلعتها في ثانية. بطلنا له كان حاطط في بطنه بطيخة صيفي من ناحية ولاء الدكتور ده بس عشان يضمن ولاء الموظفين اللي من بره. الفلوس لوحدها عمرها ما كانت هتكفي، لازم يكون في قرصة ودن صغيرة عشان الأعضاء الأساسيين والغرب يشربوا الدواء اللي ما بيضرش ده. في العادي الدواء ده ملوش أي تأثير على الجسم، بس أول ما حد يشم ريحة خيانة بطلنا له محتاج بس يقلل المساحة والوقت بتاع الحباية دي، وساعتها خلايا الأعضاء هتمتصها في ثانية وتتحول لأقوى سم. وفي الوقت ده بطلنا له كلم الناس عشان يرجعوا وقال أنا عايز أقابل ال3 مساعدين الجداد بتوعك، وبطلنا له قابلهم في الإنجاز. بطلنا له قال لهم انتوا بقالكم فترة هنا وأكيد لقطتوا إن في حاجة مش عادية في المعمل ده، وبالنسبة لهوية الدكتور ده أكيد انتوا كمان شاكين في الليلة. ولما الدكتور نان سمع بطلنا له بيقول كده جاب عرق بارد، بالرغم من إنه كان دايما شاكك، بس الحوار ده بطلنا له جابه على بلاطة. وبطلنا له زق نضارته وقال لازم كلكم تعقلوها وتفكروا كويس في اللي هقوله. الليلة دي ممكن تأثر على مستقبلكم وحياتكم. أنا معايا 3 حبايات في إيدي وتقدروا تختاروا تاخدوها ولا لأ. لو ما خنتوش حد خالص فالحبايات دي ملهاش أي ضرر نهائي. طبعا إحنا مش بنستخدمها عشان نقصف عمركم، دي مجرد تيست لولائكم. بس لو هببتوا حاجة مش المفروض تتعمل، الحبايات دي هتقلب لسم مميت. الناس اللي هتختار تبلع الحباية مرتباتهم هتتضرب في 2، وممكن يترقوا عشان يمثلوا المعمل وياخدوا حقوق الواجهة، وفي نفس الوقت هيكونوا مؤهلين يشتغلوا في تطوير إكسير الحياة. والناس اللي هتختار إنها ما تبلعش الحباية يقدروا يكملوا شغل في الشركة عادي، بس مش هيبقوا موظفين أساسيين. وعشان مكانة الدكتور ده أكيد مش من الأصول إنه يحط اسمه على براءات الاختراع المشهورة دي، فعشان كده هيفوض السلطة دي للممثل. وعشان كده الواجهة هياخد مكانة جبارة وممكن يستلم جوائز دولية. دي حاجات الناس ما تقدرش ترفضها بالساهل. دلوقتي تقدروا تدوني ردكم انتوا ال3. وال3 بصوا للحباية شوية. الدكتور تشو اللي واقف جنبهم قام موافق، وبطلنا له مد ايده وقال له اتفضل. الدكتور كو أخد الحباية من غير تفكير وبلعها، والدكتور تشو كان مصدوم من ده. وفي اللقطة دي الدكتور نان كمان قام موافق، والراجل العجوز كان طاير من الفرحة. وبعدين الدكتور نان بلع الحباية، ولما شاف الاتنين بياخدوها الدكتور تشو فكر إنهم اتجننوا. وفي الوقت ده بطلنا له نادى عليه يا دكتور تشو، كل واحد خد قراره، انت نظامك ايه؟ ابلع الحباية دي ومرتبك هيتضاعف وهتعمل إنجازات عظمة.
الدكتور كو ونان ما فكروش لحظة وبلعوها، والدكتور تشو حس إن الليلة مريبة جدا لأنه جه هنا عشان ياكل عيش بمرتب عالي ومتوقعش خالص إن ده يحصل. الخيانة هتقلب لسم في الدنيا دي؟ إزاي ممكن يكون في حاجة زي كده؟ دول بيشتغلونا وبيحاولوا يخوفونا صح؟ ولما بطلنا له شاف رد فعله ضحك وقال له مفيش مشكلة، خد قرارك بنفسك، إحنا مش هنغصب على حد. وهو بيبص للحباية في إيد بطلنا له، الدكتور تشو كان متأكد إنهم عايزينهم ياخدوا الحباية عشان يكتفوهم ويسيطروا عليهم ويحتكروا نتائج أبحاثهم اللي جاية. الاتنين دول كان قلبهم ميت بجد عشان يثقوا في غيرهم بالسهولة دي. وهو بيفكر في كده الدكتور تشو ضحك ضحكة صفرة في سر وقال خليهم يبقوا فيران تجارب الأول، مفيش مشكلة، طالما أنا عندي الموهبة مش هيبقى في فرص تانية في المستقبل. وفي اللحظة دي بطلنا له سأله إيه قرارك؟ الدكتور تشو رد وقال أنا آسف، أنا بس عايز أكل عيش واصرف على عيلتي، أما بالنسبة للحوارات التانية فأنا خايف إن قلبي مش جايبني للدرجة دي. ولما سمع كلامه الدكتور كمان اتفاجئ، ما توقعش إن في حد هيرفض، والدكتور تشو حس بإحراج وقال أنا آسف يا أستاذ، أنا خيبت ظنك. وبعدين سأل بطلنا له هل لسه ينفع أكمل أكل عيش هنا؟ بطلنا له قال له طبعا تقدر، بس مش مسموح لك تعطب المعمل رقم 1 من هنا ورايح. وبعدين الأنسة دو سألت بطلنا له أنت ليه كرشته من المعمل رقم 1؟ بطلنا له وضح لها أنا برحب بالمواهب اللي بتخدمني، بس هو رفضني، فمن الطبيعي إن أقول له بره المنطقة المركزية دي. حسبة فير جدا. ولما الأنسة دو سمعت بطلنا له بيقول كده حست إن ده برضه صح، في النهاية شغلنا لازم يفضل متقفل عليه وفي الذرة، وأي حد ما بياكلش الزلط في الشغل التقيل ده أكيد مش هيتقدر. بطلنا له كمل كلامه احنا دلوقتي ما بقيناش بنستخبى في مواجهة التطور اللي بره، والحاجات دي هتفضل تحصل، وغالبا العيون اللي مفتحة علينا مش هتقل، لا دي هتزيد. الأنسة دو قالت رأيها بسرعة، ومن هنا ورايح احنا محتاجين نمرن فريق يشتغل في الذرة، أو تقدري تقولي بيشتغلوا في الضلمة ليل نهار. احنا هنشوف قاعدة بره البلد ونطور المواهب في السر، وفي عز الظهر لازم نضمن اننا واقفين على رجلينا وما نقدرش نكون بنلفت النظر قوي، لازم نمشي جنب الحيط. وعلاوة على كده بما اننا كشفنا ورقنا للبوليس، دلوقتي انا بقترح انك تعمل فرقة عمليات خاصة وتستخدم قدراتك عشان تعلي من كفاءتهم في وقت قياسي. بطلنا له حس ان الاقتراح ده عظمة، استخدام قوة الوقت عشان يعمل فريق، بس الناس دي مش هتبدأ تدريب غير لما تبلع الحباية. بطلنا له افتكر فجأة حوار شراء الوقت، وده كمان محتاج إنجاز، تزويد كمية الوقت اللي في المخزن، مش بس عشان نكفي طلبات الزباين دول، بس الأهم من ده عشان يطور قدراته الخاصة. وفي اللقطة دي الأنسة دو فكرت بطلنا له بحاجة تانية، إن الوقت جه إننا نكلم عيلة فين عشان يبدأوا يجروا رجل أعضاء جداد، ومع المصلحة المشتركة هم أكيد هيبقوا طايرين من الفرحة عشان يساعدونا. بطلنا له قال قشطة، هم بيجهزوا إزاي في الفترة دي؟ الأنسة دو ضحكت وقالت إشارة منك ويقدروا يبدأوا الليلة، وبطلنا له قال عظمة، خلينا نبدأ. وبعد ما السيد فين استلم الأوامر من بطلنا له بدأ يقوم بشغل الواجهة، والنهاردة عيلة فين استقبلت ضيفين تقال. ولما السيد فين شاف الضيوف بيوصلوا راح بترحيب حار للسيد فون وقال له احنا ما تقابلناش من زمان قوي، فات سنين كتير من آخر مرة تقابلنا فيها صح؟ الضيفين اللي هم مادون وفون تشين ولما شافوا السيد فين مهايبر وصحته بومب اتصدموا جدا، ايه اللي بيحصل؟ الراجل ما يبانش عليه خالص انه كان بيفرفر ومريض. وبعدين التلاتة قعدوا يطبلوا لبعض، وفانك تشين وقال رؤيتك وانت صحتك زي الحصان كده مريحة قلبي يا سيد فين، أنا كنت سمعت إنك كنت بتطلع في الروح. السيد فين قال له هل ده حقيقي؟ الدنيا دي زي الوتر أول ما يتقطع الليلة بتخلص كأن الحوار ده لسه حاصل امبارح، إحنا ما بقيناش عيال صغيرة خلاص، خلينا نتقابل على قد ما نقدر، مين عارف يمكن يجي يوم وما نعرفش نشوف بعض تاني. ولما السيد فين شافه في الفورمة دي بدأ يشك وقال له يا سيد فين إحنا كلنا رجالة ورجلينا والقبر، أنت حتى معدينا في السن، بس حالتك دلوقتي أحسن مننا بمراحل، أنا هموت وأعرف أنت عملت كده إزاي. السيد فين ضحك وقال الكلام ده ممكن يخليني أعيش لي كام سنة، انتوا شاغلين بالكم ليه؟ الليلة كلها إن ولادي وأحفادي مهتمين بيا وبياخدوا بالهم مني كويس، مفيش حاجة اسمها عمر طويل دي. ولما مادون وفون تشين وسمعوا كلمة طول العمر الشك زاد جواهم أكتر. مادون سأل بسرعة يا سيد فين بطل تشتغلنا، أي حد أعمى يقدر يشوف حالتك دي، ما يبانش عليك خالص إنك راجل معدي ال100 سنة، في الحقيقة نقدر نقول إنك شكلك أصغر بكتير. وبعد ما قال الكلمتين دول مادون وفون تشين سكتوا خالص، والسيد فين اتنهد وقال على أي حال انتوا الاتنين من أعز أصحاب عيلة فين، فأنا مش هداري عليكم أكتر من كده. في الحقيقة اليومين اللي فاتوا أنا كنت متواصل مع معمل سري لمشروع حياة، ودلوقتي هم بيخدموا الحيتان والنخبة بس في المجال ده، وعلاوة على كده مشروعهم الأساسي هو تطويل العمر. ولما سمعوا إن الحوار ليه علاقة بتطويل العمر مادون وفون تشين اتصدموا. السيد فين كمل كلامه بس المعمل ده متقفل عليه وفي الضرة جدا وفي تفتيش على الفرازة. وفون تشين سأل طوالي يا سيد فين أنا مش عارف لو نقدر نمشي وراك وناخد حتة من التورتة دي. السيد فين بان عليه الإحراج لما مادون وفون تشين وتحايلوه عليه الاتنين في نفس الوقت، والسيد فين قال قشطة، إذن طالما انتوا الاتنين عرفتوا الليلة خلاص، بس الحوار ده هينفع ولا لأ ده بيرجع لإذا كان انتوا الاتنين عندكم الإمكانيات والباور ولا لأ. وبعد ما مادون وفون تشين خلعوا الراجل اللي جنب السيد فين قال بالرغم من إن السيد فين باين عليه تقيل ومرتاح، بس هو كان فاتح عينه وبيرصد الليلة من ساعة ما دخل،
وبعد ما جبت سيرة الحباية رد فعله كان قاطع. دي مش نزوة في ساعتها، دي ثقة عمية في اللي انت قلته. السيد فين ضحك وقال الحبايات اللي بطلنا له اداها لي دي الأصلية وبتقدر تطول العمر فعلا، أنا متأكد إنهم هياكلوا بعض عليها. هم معاهم كل حاجة فعشان كده هم مثبتين في الدنيا دي أكتر من الناس العادية، طبيعي. الإخوات تران قفلوا مأمورياتهم الجديدة ولقوا منطقة الأبحاث بتاعة التطوير العالي اللي بطلنا له محتاجها. المكان ده راشق في جنوب وسط البلد ومواصلاته سالكة وجنب مكتب المعلومات الحيوية الطبية. بطلنا له كان مرضي جدا ولف عشان يطبل للاتنين، وتران فان بين وطى راسه وقال انت كلك ذوق، ده شرف لينا الإخوات إننا نشارك بشوية مجهود للنادي الأبدي. بطلنا له ابتسم وبعدين تليفونات الإخوان رنت ومأمورية المستجد دي اتقفلت وأخدوا 1200 نقطة متراكمة وبقوا أعضاء من المستوى الأول بامتياز. الإخوات تران كانوا هايبرين جدا، ومأمورية المستجد دي تقدر ترقيك لعضو وإحنا نقدر نشتري سنة من العمر دلوقتي. وفي الوقت ده بطلنا له بارك للاتنين، بس اتمنى لهم إنهم ياكلوا الزلط أكتر عشان يجمعوا نقط أعلى في المستقبل. تران فان بين قال تمام، حط في بطنك بطيخة صيفي، أنا بضمن لك إني هجيب آخري. وبطلنا له كان مرضي وبعدين الإخوان استأذنوا خلعوا، وأول ما طلعوا بره قابلوا الآنسة دو، وتران فان بين شافها وحس إنها مألوفة قوي وسأل أخوه البنت دي مش كانت بتطلع في التلفزيون قبل كده؟ تران فان بين قال أيوة دي الآنسة دو، وتران فانون اتصدم، هل بطلنا له وصل للدرجة دي؟ وفي الوقت ده جوه المكتب الآنسة دو بلغت بطلنا له إن باين كده منطقة الأبحاث ماشية زي السكينة في الحلاوة. بطلنا له قال أيوة الإخوات تران جابوا لنا هدية عظمة عشان نكبر بيها، والآنسة دو باين عليها مبسوطة قوي النهاردة، هل معاكي أخبار حلوة؟ الآنسة دو هزت راسها وقالت السيد فين قال إنه هيجيب شوية ناس عشان يقابلك. وبطلنا له ضحك وقال السيد فين بينجز في شغله. والآنسة دو اقترحت وبناء على شغلنا اللي بيكبر ده أنا شايفة إننا لازم نفكر نعمل قاعدة سرية بره البلد. بطلنا له ضحك وقال الآنسة دو أكيد بتعرف تقرأ أفكار الناس، وشغل المعمل 1 والمعمل 2 ماشي زي الفل. كودونج ونان كوان بدأوا يكتبوا خطابات لمشروع تصنيع الإكسير، وفي نفس الوقت بدأوا يأسسوا شركة إكسير للأدوية المحدودة وشركة إكسير للتكنولوجيا الحيوية. وعلاوة على كده هم بيجهزوا كمان عشان يوسعوا مجموعة إكسير للتكنولوجيا الحيوية بره البلد، وكمان خلصوا معمل الفيزياء النانوي الثالث تحت إيد البروفيسور أنتوني. والشركات بدأت تفتح واحدة ورا التانية، والنادي الأبدي هيكبر في الإنجاز. وبطلنا لو عايز السيد فين يكون هو الواجهة عشان يلم أعضاء جداد. وفي الوقت ده السكة ماشية صح، بس لازم نسرع في حتة تانية، وبمجرد ما نبدأ نكبر بره هتظهر مطبات وضغوط، بس مع الناس الفلتة اللي معانا كبر النادي الأبدي مسألة وقت مش أكتر. ودلوقتي أكتر حاجة بطلنا لو محتاجها هي الوقت. وبطلنا لو اتنهد وقال باين إني لازم أكمل تدوير على زباين، وهو بيحاول يملى مخزن الوقت لأنه محتاجه عشان يطور حركاته الجديدة. وبطلنا لو حس إن الوقت كبسه قوي، وكل ما بيشتري وقت جسمه بيتغير، ودلوقتي عمره اللي فاضل أكتر من 99 سنة و81. ولو قعدت مأنتخ كأني سمكة وما عملتش حاجة لسه هعيش أكتر من 99 سنة و81. وبطلنا لو فكر في ده وضحك، الحوار ده ممكن يخليني أزهق لحد ما أموت، فأحسن لي أخش في معارك مع التانيين. وبطلنا لو عايز يروح بنفسه للعالم ده ويشوفه بيكبر بعينيه، وعايز يبقى الخالق بجد، وفي خلال 19 سنة كمان هيبقوا 1000 سنة بالتمام والكمال، وقدرة الوقت باينة كأنها جزء منه. وبطلنا لو حاسس بيها بوضوح، ولما يحوش 1000 سنة من الوقت هتظهر جواه قدرة جديدة، يا ترى هتكون إيه؟ بطلنا لو هيموت ويعرف. وبونهاو لقط إن في حاجة عند بطلنا لو وسأله في إيه؟ لو قال له مفيش، أنا بس حاسس بالتغييرات الأخيرة دي. وبونهاو سكت شوية وقال له شكرا، واحد زي ملوش لازمة وما كانش هيعيش كتير، ما كانش يحلم يوصل للي هو فيه دلوقتي. وبطلنا لو قطعه وقال له ما تفكرش كتير وخليك ورايا. وبطلنا لو اتنهد وقال دلوقتي احنا في وقت الجد، والنادي الأبدي محتاجك وانت دراعي اليمين. وفي اللحظة دي جاله تليفون إن زميله لاو جونج فرحه قرب، وبطلنا لو شاف الخبر ده وفرح. ولما افتكر إن عيلة تشاو كانت بتبحث وراه كان محظوظ إن في حد قاله في السر، وهو ناوي يخلص الشغل ده ويروح يبارك له. باين إنه عايش حياته صح، وعشان يرد الجميل وكمان يشم ريحة حياة الناس العادية قبل بطلنا لو العزومة. وبطلنا لو هنى لاو ديونج، ولما شاف هيبة بطلنا لو اتفاجئ وقال له انت شكلك مسمع قوي يا بطلنا لو، انت عملت القرشانات دي منين؟ وبطلنا لو زق نضارته وقال زي ما انا دايما ببيع الوقت واقبض مكانه. وبعدين لاو ديونج عرفه على عروسته،
وبعد السلامات بطلنا لو دخل الأوضة الأول، وسياو سونج بصت لبطلنا لو وشافت إنه وسيم بزيادة. وبعد ما الكل شربوا شوية ظهرت يد تانية جنب بطلنا لو، طلعت زميلة شغل لقطت التغيير اللي حصل لبطلنا لو. وفي اللحظة دي المدير لام سأل بطلنا لو: انت في الأول مشيت بدون كلمة واستقلت، انت بتهبب ايه دلوقتي؟ بطلنا لو ابتسم ضحكة صفرة وقال: عاش من شافك يا مدير لام، أنا دلوقتي فاتح بيزنس صغير في مجال الخدمات. المدير لام بصله من فوق لتحت وقال له: أكيد مش هتوصل لمستوانا، إحنا بتوع المكاتب. في الأول لو ديونج كان بيتعلم منك، إمتى هتفتحوا مصلحة مع بعض؟ بطلنا لو سمع كده وحس إن الراجل ده لسه بيئة، وضحك وقال له: هل تقدر تقارن نفسك بيا؟ إحنا شغالين 24 ساعة وتدريبنا أمان. ولما المدير لام شاف بطلنا لو حاله اتعدل، فكر في سره إن بطلنا لو كان أي كلام، بس دلوقتي لابس شيك فأكيد بيعمل حاجة شمال. استنى لما انبش وراه وبلغ عنه. والقعدة خلصت بسرعة. المدير لام كان شارب ولو ديونج حب يوصله. المدير لام قعد يمنظر بعربيته البي ام دبليو الجديدة ويقول: مراتي جاية تاخدني. ده خلى لو ديونج في نص هدومه. ولما شاف بطلنا لو لسه ممشيش قال له: تحب توصلني؟ بطلنا لو قال له: ملوش لزوم، أنا هاخد تاكسي. المدير لام ضحك بانتصار لما لقى بطلنا لو ما عندوش عربية. وفي اللحظة دي تليفونه رن ووشه جاب ألوان. طلعت مراته خبطت عربية رولز رويس. لو ديونج سأله: الحوار كبير، خلينا نروح نشوف عشان مرات أخونا. وبطلنا لو راح معاهم وشافوا المدير لام متبهدل ومراته بتعيط وبتقوله: أنا قلتلك مش بعرف أسوق وإنت اللي غصبتني. المدير لام ما كانش قدامه غير يبيع شقته لأنه لسه عليه ديون وقروض وحياته سودت. وصاحب العربية الرولز رويس وصل وهو رايق وقال له: فداك العربية طالما مفيش إصابات. الزوجين فرحوا وصاحب العربية كمل وقال لهم: عوضوني بساع السوق القديم. الكلمة دي جابت لهم إحباط، وصاحب العربية ضحك عليهم وقعد يعدلهم في الحسابات: 140,000 للشبكة و500,000 للكشافات و200,000 للإكسودام، ده غير المصنعية. وبعدين قعد يتريق عليهم ويقول: الفقراء اللي زيكو الكرامة مش مهمة ليهم، لو مكسوفين خليني آخد مراتك ليلة. المدير لام ما تملكش نفسه وكان عايز يضربه، بس صاحب العربية اداله علقة موت وقال: أنا اللي هعوضك. الصاحب العربية اتريق عليه وقال له: انت بتهزر؟ بطلنا لو قال له: ما تقلقش، أنا طلبت الفلوس وهنتحاسب. وبون هاو قلع الجاكيت ونزل من العربية. صاحب العربية كان فاكرها سهلة، بس بون هاو اداله ركلة طيرته في السماء، وفي ثانية كان بياكل ضرب مبرح لحد ما جاب دم. وبطلنا لو نادى على بون هاو يوقف ورماله فيزا وقال له: الفلوس دي تجيب لك عربية جديدة، والباقي هات بيه لبان عشان ريحتك وحشة وما تقربش من زملائي تاني، وده الكارت بتاعي لو عايزني. بطلنا لو بص لزملائه لقى عينيهم فيها رعب. لو ديونج كان خايف، فبطلنا لو مشي بقلب مكسور مع بون هاو. بون هاو سأله: دول صحابك؟ بطلنا لو قال له: أظن مش هشوفهم تاني. بون هاو سأل: ليه؟ مش انت ساعدتهم؟ بطلنا لو قال له: شفت الرعب اللي في عينيهم؟ كان في بين عيش وملح، بس دلوقتي في حاجة اسمها الخوف بس. بطلنا لو كان مبسوط باليوم ده، وفجأة بطلنا لو حس بخطر وعرق، في حد بيستهدف حياته، وشاور لبون هاو إن في حد هيهجم. وبطلنا لو سرع الوقت 100 مرة، وبون هاو لقط المهاجم واداله لكمة طيرته. المهاجم طلع مسدسه، بس بون هاو اتفداه وطعنه. بون هاو قال له: لازم نخليه عايش. وبطلنا لو شك إن البوليس ورا الحوار ده. وتاني يوم لاو تشاو دونج عرف إن المهمة فشلت، والبنت قالت إن المهاجم انضرب بس لسه عايش. لاو تشاو دونج ضرب المكتب بغضب لأن المهاجم شاف حد مش بشري، وبطلنا لو كان سريع جدا. الفيديو وضح إن بطلنا لو اتفادى الطلقات بسهولة. لاو تشاو دونج خاف والمهمة دي هتهز اللي فوق. هم طلبوا بس استطلاع، بس الحوار قلب جد. لو نجحنا هناكل الشهد، ولو فشلنا هنلبس فيها. وفي الوقت ده في راجل عجوز كان زبون لبطلنا لو من سنين، وفي نص سنة بس كبر 6 سنين وكان ماشي في الشارع، فقرر يكلم بطلنا لو. بطلنا لو قابله وقال له: كنت عارف إنك هتيجي. دانج فان سلم عليه وقال له: انت لسه شباب يا بطلنا لو. بطلنا لو وراه عمره اللي فاضل ولقى لسه معاه 50 سنة. دانج فان فرح وقال: دي مصلحة فلوس. بطلنا لو سأله: هتعمل ايه بالفلوس؟
دانج فان قال له إنه عايز يفتح مصلحته الخاصة لأن الشغل عند الناس ذل. بطلنا لاو قال له مفيش بينا غير البيزنس. دانج فان طلب يبيع 4 سنين. بطلنا لاو قال له السنة ب300,000 يوان، والصفقة كملت. دانج فان مشي مبسوط، وبطلنا لاو ضحك وقال هنتقابل تاني. وبكده بطلنا لاو حوش ال1000 سنة اللي هو محتاجهم، وبدأ يحس إن جسمه بيتغير وقدراته بتزيد وبقت جزء من كيانه. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية أحداثنا الحماسية النهاردة، بس حكايتنا لسه فيها بلاوي ومفاجآت. ما تنسوش تنزلوا في التعليقات تسيبوا آرائكم وتقولوا لنا إيه أكتر لقطة صدمتكم. مستنين تفاعلكم الجبار، واشتركوا في القناة عشان اللي جاي أقوى. وسلام يا أحلى ناس.